كابتن علاء، اهلا بيك معانا. في حوار ان شاء الله نتمنى ان هو يفيد كل اللي بيتفرج علينا او بيسمعنا. حضرتك خبرات كبيرة في الكورة، ويعني كل اللي نعرفه طبعا ان حضرتك بقالك اكتر من 20 سنة بتمارس مهنة الكورة في الامارات. خلينا برضو نعرف اكتر من حضرتك مين هو كابتن علاء، وحضرتك تقدر تتكلم عن نفسك اكتر. أنا معاك يعني بداية أنا برحب طبعا بحضرتك بأي زميل أو مشاهد ممكن يشوف الفيديو أو يسمع لنا كلقاء. في البداية طبعا أحب أعرفكم بنفسي. ناس كتير يعني ما بتبقاش قادرة تحدد الكارير الخاص بيا. أنا طبعا أنا مدرب سابق لشباب العين الإماراتي تقريبا 12 أو 13 سنة. وبعدين مؤسس ليونايتد سبورتس اكاديمي في دوله الامارات العربيه. حاليا طبعا انا مالك والمدير الفني ليونايتد سبورت في الدرجه الثانيه. يعني خلينا نقول كده مجموعه من الاعمال او الوظائف اللي ممكن تخدم المجال الرياضي او كره القدم على وجه العموم يعني. طبعا قبل ده كله انا طبعا خريج لكليه التربيه من كليه التربيه الرياضيه في جامعه الزقازيق 92، وعندي ماستر في التربيه الرياضيه. وحاليا الحمد لله تم حصولي على الدكتوراه في اداره الاعمال. يعني حاجات كده مع بعضها علشان تخدم فكره تطوير نفسها يعني. هايل هايل، وده اكيد هيفيدنا النهارده السي في المحترم ده في الحوار اللي احنا عايزين نتكلم فيه مع حضرتك. طيب، بمناسبة بقى ان حضرتك معاك دكتوراه تعتبر في موضوع الإدارة، حضرتك شفت الموقف اللي كان داير في الساحة الرياضية في مصر في الفترة اللي فاتت مع اتحاد الكورة وكإداريا يعني للعبة، واللي طبعا اتأثر بيه منتخب مصر في اختيار لمدير فني وجدولة لأعمال المنتخب اللي في الآخر أدى إن الشكل بتاعنا يطلع بالشكل الغير مرضي بالمرة ده. حضرتك شفت ازاي الموقف ده، في حين ان احنا كان عندنا هيستوري المنتخب مصر زي ايام كابتن حسن شحاتة، كان هيستوري محترم جدا. حضرتك شفت الموقف ده ازاي؟ والله شوف انا اقول لك حاجه. يعني هو يعني الاحداث الاخيره لمصر مع كره القدم، انا من وجهه نظري ان هي نتاج فتره طويله من عدم التخطيط. تمام. وفكره النجاح وفكره النجاح في الحقبه الخاصه بالكابتن حسن شحاته اللي احنا قعدنا بقت الزامي ان احنا نتكلم فيها. انا شايفها ان هي يعني خلينا نقول كده مش عايزين نقول بالصدفه او مش عايزين نقول ان هي باي لك، لكن هي يعني حاجه بتيجي اب نورمال سواء مع المتفوق او مع الخايب زي ما بيقولوا يعني. يعني زي ما المانيا مثلا ممكن تخسر 6، زي ما في حاله اب نورمال، وانت نفس الحكايه لما انت خدت برضه انت كنت اب نورمال. يعني هي دي الفكره. اسبانيا لما يحصل لها انتكاسه اب نورمال، ولما مصر تاخد بطولتين ورا بعض ده اب نورمال. ليه دي اب نورمال وليه دي اب نورمال؟ اب نورمال لالمانيا واسبانيا لان الناس دي عندها شغل تطلعه تحطه قدامك تقول لك احنا اشتغلنا وعملنا لكن ما وفقناش. ده كده اب نورمال. ناس تعبت وعندها تخطيط وعندها لكن ما حصلش توفيق، فده يعتبر اب نورمال، ليس قاعده عمل. وانت نفس الحكايه لما تيجي تقول لي خد الكاس ده وخد الكاس ده، اقول لك فين العمل اللي احنا انتهجناه او القصه، فتقول لي لا ده ما فيش، ده احنا هي الجيل ده جامد، اصل الجيل ده قوي، اصل كذا. يبقى انت كده برضه اب نورمال. لما يبقى ما عندكش كاتيجوري للفرق بتاعتك، وما عندكش هيستوري اللي جاي واللي راح في الاتحاد المصري بفروعه، يبقى انت كده اب نورمال. فهي اللي بيحصل ده كله يعتبر يعني خلينا نقول نتاج لحظي. انت مش عارف ايه اللي هيحصل، فممكن تبقى كويس ممكن ما تبقاش كويس، ممكن يجي لك جيل كويس ممكن ما يجيش جيل كويس، لكن انت مش قادر تراهن على انك انت عندك شغل كويس، او ان انت مش قادر تمسك ايه اللينك الضعيف. يعني ايه الضعيف اللي انا هشتغل عليه؟ يعني زي ما حصل مع المانيا وحصل ان الانتكاسه، الناس قعدت
تناقشوا مع بعض، طلعوا بتوصيات. التوصيات دي كان ابرزها العوده لكره الشارع، العوده الى كره الشارع. دي كان ابرزها. يعني قالوا ان احنا شغالين كويس قوي، لكن عندنا مشكله في المنتاليتي الخاصه باللاعبين، اصبحوا جامدين، كل عمل كله استاتيكي محفوظ بالنسبه للاولاد نتيجه العمل المنظم قوي. فلا قالوا لا، لازم شيء من العشوائيه، لازم شيء في البرامج يبقى من العشوائيه، الابتكار للاولاد نفسهم. فبداوا يشتغلوا على فكره ان هو نشتغل على الاولاد الصغيرين في فكره الحريه والابتكار، عشان ننمي له دي مع دي، ففي الاخر يبقى عندك منتج كويس. فهي دي الفكره كلها، انك انت بتاخد احنا ما عندناش كده، احنا مش قادرين نوصل لكده. هم عندهم منهجيه، احنا ما عندناش منهجيه في تطبيق اي حاجه في الكوره يعني. بالظبط. طب انت شفت يعني في الاخر خالص بعد الدوشه اللي حصلت دي، اتحاد الكوره طلع بشويه قرارات كده، اكيد حضرتك سمعت عنها، المفروض تطور الفتره الجايه يعني الكوره في مصر. حضرتك شفتها ازاي؟ طيب ايه رايك فيها يعني؟ لا شوف، انا هقول لك حاجه. يعني هو خلينا برضو مع احترامي طبعا الشديد طبعا للاتحاد المصري او القائمين عليه، انا شايف طبعا ان دي قرارات مش هتخدم الحاله اللي انت فيها. يعني انت كمريض، المريض لما بيروح للدكتور بيشخص له حالته. ممكن يبقى العلاج بتاعك مجرد يعني حبايه تاخدها وتنتهي في الحاله اللي انت فيها، او تاخد حقنه، او انك انت تبقى محتاج 3 ايام تقعد في المستشفى، او انك انت تخش العنايه المركزه. يعني لازم نفكر بالمنطق ده. احنا مين في المريض ده؟ يعني لو انا طرحت عليك السؤال، احنا مين في المريض ده؟ انت اللي هتاخد الحبايه ترتاح وتجري، ولا انت اللي هتاخد الحقنه تاخد الحقنه وتقوم زي الاسد، ولا انت محتاج 3 ايام راحه عشان تستفيد، ولا انت محتاج تخش العنايه المركزه؟ انا اعتقد ان احنا لو طرحنا السؤال ده على الشعب، على الشارع المصري، هيقول لك احنا محتاجين العنايه المركزه. اعتقد يعني. فالعنايه المركزه دي معناها ايه؟ العنايه المركزه دي معناها ايه؟ معناها ان انت محتاج الشخص ده يقعد معاك فتره، يعني فتره زي ما بيقولوا كده نقاهه، فتره طويله تعالجه علشان يرجع يستفيق من اللي هو فيه. انت محتاج حاجات كتير قوي 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 عشان ترتب البيت من الداخل، وتبدا تحط بلان طويل المدى علشان تعالج المشكلات دي. لكن عشان انك النهارده تجيب حبايه تحطها في بقك، تجيب لي مدير فني او تجيب واحد كذا، لا يكفي. هذا شيء لا يكفي مريض منهك. انت النهارده يعني انا الموضوع ده يطول شرحه، ولو طبعا. خدنا المده الزمنيه كامله عشان اشرح لك ايه اللي ممكن يحصل في مصر في الكوره لمصلحه مصر. اعتقد ان هو ده اولى حاجه ممكن نضيع فيها وقتنا اللي احنا فيه. النهارده انت اللي ما يدور في مصر النهارده من بناء دوله حديثه اللي احنا شايفينه، او اللي بنشوف في التلفزيون، او لما بننزل اجازه بنشوف اللي بيحصل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضه عمرانيه، بعيدا عن الحاله الاقتصاديه اللي بيعيشها العالم. يعني خلينا نقول، يعني برضو عشان الناس مثلا بتقول ايه يا عم، لا اصل ده الراجل ده بيعمل حاجه، طب فين الكذا، او الحاله الاقتصاديه مش كويس. يا جماعه لا، اللي بيحصل ده بعد 20 سنه البلد دي هتجني ثمار هذا الاساس، او العمران، او التخطيط السليم ده للاجيال القادمه. بالظبط. والازمه الاقتصاديه دي هتنتهي على العالم كله. يعني هتنتهي، لكن هيبقى ايه؟ هيبقى العمل اللي هو قائم فيه. فخلينا ناخد ايه اللي ممكن نستفيده من التجربه العمرانيه اللي بتحصل في مصر. ايه هي الفكره؟ هي كلها هو انك انت بتبني دوله جديده ل 30 40 سنه قدام. النهارده انت محتاج تعمل كده، انت محتاج تعمل دوله كره جديده. صح. دوله كره جديده بمعنى فكره مناطق كره القدم المنتشره في المحافظات، في شقق سكنيه، في شعبيه، شقق قديمه متهالكه ما حدش يعرف يخشها محترم. سوري اسف، انا طبعا انا من بحري، ومن محافظه الدقهليه، يعني اللي هي خلينا نقول منطقه الدقهليه لكره القدم، او منطقه الشرقيه لكره القدم، او منطقه الناس دي. ما فيش مش هو ده النقطه اللي انت تقدر تدير بيها كره القدم في المحافظات. فانت النهارده انت محتاج تعمل بنيه تحتيه لاتحاد الكوره،
نفسه، تمام. انك انت تعمل ممكن الغي الكلام ده كله، الغيه، واعمل مراكز للتحكم او مراكز للقياده لكره القدم جديده بشكل جديد بتكنولوجي جديد، متواصلين يوميا. اقدر كل يوم اعمل ميتنج مع 25 او 26 محافظه، ازاي نتصرف، ازاي نعمل مع شباب واعد حاضر، مش ناس سوري اسف يعني الكره النهارده بتكتب بايديها لسه المكاتبات، بسم الله الرحمن الرحيم، واللي هو الشخص اللي خطيط دوت اللي بيخطط ده موجود في كل المناطق كره القدم. فانت النهارده علشان تصلح حال الكوره في الاتحاد، ما تعملش النهارده مركز الاتحاد المصري بالرخام وتعمله، لكن انت فروعك اللي هي اصلا شرايين العمل هي اللي بتبني لك، هي المورد الاساسي لك وقوتك انت. فالنهارده لا، يبقى لازم نستفيد من تجربه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرته في ان هو يبني، لان ده يعني ليس باليسير على اي شخص يفكر بهذا النسق. انا متاكد من هذا الشيء، بعيدا عن الحاله الاقتصاديه وظروف الناس والحاجات اللي بنسمعها طبعا ومتفقين فيها، ولكن اللي بيتعمل ده بيتعمل شيء عظيم جدا، لان هيجني ثماره اجيال قادمه. احنا مش هنبقى موجودين، لكن هيشوفوا بنيه تحتيه ويشوفوا مواكبه للعالم اللي بيعيشوا فيه، شيء يعني بيشابه العمرانات يعني المدن الحديثه اللي في العالم. فالنهارده انت كاتحاد انت مضطر تعمل كده، تعمل يعني كانسليشن كده لكل المراكز اللي موجوده دي، وتبدا تعيد بنائها من جديد، وتبدا تعمل هيكله من مجموعه شباب واعد رياضي اداري فاهم وعنده القدره على العمل والعطاء. ولو فتحت باب التطوع هتلاقي ناس كتير تقدر تخدمك، ومن ثم تبدا تخطط للكره المصريه من الافرع وليس من الجبلايه زي ما بيقولوا. ما فيش ابدا فكره انك المركزيه عمرها ما نجحت، المركزيه عمرها ما نجحت في الرياضه. فانت مضطر انك انت يبقى عندك قياده في المحافظات. المسابقات الرياضيه لا مش هي بدايه الثمار، لا. يعني هو برضو بيبدا يقول لك ايه، ونبدا ننظم المسابقات، لا. مين اللي قال ان المسابقات هي البدايه؟ اللي قبل البدايه لا، هي ومع ذلك البراعم. انا اسف بدون قطع كلام حضرتك، وتنظيم المسابقات كمان في مشاكل كبيره جدا. انت عندك معظم، لو بصيت على الساحه دلوقتي، معظم انديه الدوري الممتاز دلوقتي عندها مشاكل جامده جدا مع الاتحاد. كل يوم والتاني حد بيطلع بيقدم شكوى. الاسماعيلي امبارح اعلن انسحابه من كاس مصر، وقبليه المحله بيعترض على حاجات واخطاء. وفي شايفين ان في عدم عداله موجود جوه الاتحاد كمان في اداره المسابقات. ما هو ده اللي انا عايز اقوله، هو انت مش هتقدر تواكب العصر ومشاكله بعقليات ناس اسف يعني يعني زمانها انتهى. يعني النهارده لما انت مضطر انك انت تعمل عصف ذهني لشباب عنده ابتكارات. النهارده في كتير من الافكار الجديده في المسابقات كتير وفي شباب مطلع وعنده ثقافات عاليه جدا يقدر يفيدك بافكار جديده وبحاجات جميله جدا تقدر تعمل فيها يعني دماء جديده للكره المصريه نفسها. طبعا يعني اللي انا عايز اقوله في جزئيه المسابقات، ان عندك قبل جزئيه المسابقات نفسها اللي هي الجراس روت او البناء التحتي. البناء التحتي نفسه ازاي انت تعمل تنشيط للفكره نفسها، وازاي تنشر ثقافه. يعني يبقى في مسابقات ما بين المناطق كره القدم، مين الاشطر في انه ينشر ثقافه ممارسه الكوره نفسها بالشكل الصحيح، وابدا اكافئ منطقه الدقهليه افضل، منطقه القاهره افضل، منطقه اسكندريه افضل، وابدا اعمل انا اللي اتحكم في القاعده نفسها، قاعده الممارسين نفسها اللي هي بعدها على طول بتيجي المسابقات. تمام. هنا الفكره هتبقى مختلفه تماما. فكره العمل نفسها تواكب العصر الحديث. من مكاتبات، احنا بنشوف النهارده مكاتبات الاتحاد المصري نفسها ما بتتقريش. يعني لغه المكاتبات نفسها ما بتتقريش.
التوقيعات والاختام اللي بنشوفها والكلام ده كله، كل ده عايز يتحدث. كل ده عايز يتحدث، نواكب الناس. ما عادش فيه اختام بالازرق وما عادش فيه الكلام ده خالص. النهارده كل حاجه بتعمل يعني اوت برنت وحاجات كده، موضوع تاني مختلف. انا كمان مانيش شاطر فيه قوي، ولكن انا متابع كل حاجه، فانا ملم بيه. فانت مضطر انك انت توصل للمرحله دي، وانك تسهل على الناس. النهارده الاداري لازم يطلع من منطقه الدقهليه عشان يروح يعمل مثلا، او من منطقه الجيزه عشان يروح يعمل كذا، عشان يعمل بطاقه مثلا مخصوص، يقطع مثلا 200 كيلو عشان يعمل بطاقه، في حين ان البطاقه حاليا مثلا ممكن تعمل اونلاين. تدخل وهو يعمل لك ابروف ان اتقبل، فانت تعمل امر برنت وانت تعمل له بتاع، وتعمل البطاقه وانت قاعد، ما عندكش مشكله، لا تصرف ولا تعرض الناس للمخاطر ولا. كلها افكار، حاجات بسيطه، لكن الناس دي مش حاضرها هذا الشيء. الناس دي مفكره ان هم بيعملوا كل حاجه بشكل صحيح. يقول لك انت طب هنعمل في دي ايه كمان؟ ما دي عادي. لا، ده مش عادي. ده استهلاك للوقود اللي هو البترول، واستهلاك للطرق، واستهلاك وقت للبشر وقت نفسهم. وقت. وتروح من اسوان يروح للقاهره عشان يعمل له 5 بطاقات ولا مش عارف ايه، قصص. في كتير من الاجراءات عايزه تتطور مع اتحاد الكوره طبعا، علشان في النهايه نوصل لان احنا بنقول احنا محتاجين واحد يدير البنيه التحتيه الجميله دي. لكن انت النهارده لما تيجي تجيب لي واحد ياباني وتقول له زي ما بنسمع كده في القصص والروايات، يقول لك اصل اليابان جم ينظموا القاهره، قالوا لا احنا ماشيين يا عم السلام عليكم. ايوه، هي نفس الفكره. هي نفس الفكره. هتجيب واحد بروفيسور تقول له تعالى لاتحاد الكوره، يقول لك ادير ايه؟ فيقولوا له طب تعالى نروح منطقه الدقهليه، فيدخل الراجل يقول انتوا جايبيني هنا فين؟ لا 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 لا. هقول لك انا حاجه، الكلام بيجيب بعضه. انا اتحدى رئيس الاتحاد المصري لكره القدم يشيل معاه المدير الفني الجديد ويروح لزياره لمنطقه قنا لكره القدم. اتحدى، مش قنا بالتحديد، يعني ما يعني اعرفش قنا، انا ما رحتهاش. محافظات يعني. مش هياخده، مش هيدخل المبنى ده ابدا. انا عارف. اتحدى ان كان رئيس الاتحاد المصري لكره القدم زار منطقه الدقهليه لكره القدم اللي هي احد افرعه. صح صح. طب انت هتطورها ازاي؟ وجهة نظر جديدة برضو حضرتك بتتكلم فيها، ان احنا لازم نبتدي من البنية التحتية لاتحاد الكرة نفسه. ودليلك في كده ايه؟ دليل كلامي ايه؟ دليلي اللي بيحصل دلوقتي في مصر. التجربه اللي بيعيشها السيد الرئيس احنا مطالبين نعيشها في كره القدم. صح تضحيه. لكن صح انت مضطر تعمل هذا الكلام صح في ظل الظروف الاقتصاديه. انت مضطر يكون عندك مبنى محترم، يكون عندك حاجه كويسه محترمه في كل ما المحافظه عليها ان هي توفر هذا المكان علشان نعمل كذا 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 كذا، وان يبقى في كونتاكتس مع الناس، وان في ونبدا بقى نرتب بقى، نخوض بقى في الحاجات الفنيه والتعيينات والمدير الفني اللي انت هيشرفك، اللي هو هيروح المنطقه دي يعرف يقعد كأنه قاعد في مكتبه. صح صح. كلام حضرتك سليم فعلا. فمن هنا بقى تبدا تحرك ايه؟ تحرك المياه الراكده زي ما بيقولوا، وانك انت الاجيال القادمه تجني ثمار تعبنا احنا، اللي هو بقى نقول بقى ده اتعمل سنه 2020 او 2022، اتعمل 1 2 3 4. فالناس في 2030 فعلا الناس بدات تنتج، وبدات الناس تعمل تاخد محصله اللي الناس تعبت فيه. لكن طبعا الناس للاسف بتبص تحت رجليها وبتكتفي بالحبايه او بالحقنه. خلينا نقول بقى اللي في بدايه كلامنا قلنا الحبايه والحقنه والكورس العلاجي ولا الانعاش. صح فانت بعيد جدا فانت بعيد ان انت تاخد حبايه يعني. يقول لك صح. انا جبت لك برتغالي يمسك الفرقه، ده حبايه بنادول زي ما بيقولوا يعني. هتاخد وقتها وهتنتهي. بالظبط. انت هي مش هتاثر فيك ولا هتاخد وقتها. انت هتفضل برضو معاك الصداع ومعاك وجع القلب ومعاك اللي انت عايش فيه. فهي صح انت بتديني حاجه كده ما تعالجنيش يعني. صح. طيب خليني اخدك بقى من ناحية فنية تانية، اللي يعني انت عشتها فترة. انت اتفرجت اكيد على ماتش القمة اللي فات، لانه كان اخر الاحداث المهمة في مصر تعتبر يعني. ايوه آه، صحيح. كان ايه رأيك في اداء الفرقتين في الماتش ده، وفكر المدربين ده اللي يهمني اكتر. والله شوف، انا يعني انا طبعا انا يعني انا دايما ما بحبش اتكلم على المدربين.
يعني دايما انا بتحفظ على ان انا اقيم مدرب قدر يوصل لمرتبه مدير فني النادي الاهلي او مدير فني مثلا الترجي التونسي. الناس دي خلاص، الناس دي المفروض نحترم قراراتها ونحترم افكارها اللي على الارض الواقع، ولكن هو مثلا ممكن ما يكونش موفق النهارده، ممكن تمام. يكون احنا بنتكلم على لقاء القمه مش على ستايل مدرب يعني. اه فهو لقاء القمه، يعني الاهلي والزمالك المباراه الاخيره، اعتقد ان الاهلي اتاثر كتير بالاحداث اللي بتدور في الشارع المصري. يعني الاهلي عنده صداع، الاهلي مش يعني ما هوش فايق اداريا على المستوى الفني. آه، الاهلي يعني انا شايف الاداره ما هياش مش قادره تحط ايديها على قائمه اعمال واضحه. يعني بحس ان هم احيانا بحس ان هم شو، يعني عايزين حاجات يعني يرضوا اعضاء النادي الاهلي مثلا. احيانا بحس فاحيانا بحس ان هو عايز يتفوق على خصم بعينه. احيانا احس ان هو انا لا، مش هو ده النادي الاهلي اللي احنا المفروض في 2022 برضه خلينا نقول يعني ايه 2022 اللي هو مواكب للثوره، لثوره البناء اللي بتحصل في التطوير. مصر، لثوره التفكير نفسها، الاستثمار نفسه في النادي الاهلي برضه. انا شايفه اللي انا عايز اوضحه لاداره النادي الاهلي ان الاستثمار في النادي في العالم كله في الرياضه هو يعني وجهين لعمله واحده. الاستثمار يعني ايه؟ بمعنى ما انت كلمني عن التنميه البشريه اكلمك عن الفلوس، ما تكلمنيش على الفلوس اكلمك على التنميه البشريه. لا، يعني ما تقولوش انا دخلت لك مليار، لا، انت قول لي انا عملت تطوير ل 200 300 لاعب، يبقى انا بكلمك عن مليار. دي الرياضه، هي دي الرياضه، او هو ده الاستثمار الرياضي. لكن فكره ان انا استثمر من غير تنميه بشريه، يبقى انت مش رياضي، شو انت حاجه ثانيه. شو انت حاجه ثانيه، انت حاجه ثانيه. ما تقوليش انا خدت مثلا عملت جراج، فالجراج بيجيب مليون. ايوه. لا، انت ما عملتش بشر، انت ما عملتش بشر، انت ما عملتش بشر. انت بتكسب ماشي، جبت اتوبيسات مش عارف ايه وبتشغلتها فين فبتجيب لك برضه كتر خيرك، انت مالكش علاقه، انا ماليش علاقه بيك. لكن كلمني في ايه؟ كلمني في مشروع، في مشروع بيرعى 300 400 ولد في مصر كلها، تمام، صرفت فيه 2 مليون 3 مليون 5 مليون، الخرج بتاعه 10 لاعبين ب 100 مليون. برافو عليك، كده انت النادي الاهلي. كده انت كده انت مثلا خلينا نقول بنفيكا البرتغالي. كده انت يعني احد الانديه اللي بتعرف تنتج من البشر. انا اصرف على البشر، اعرف اجيبك ب 100 ابيعك ب 400. طب انت شايف الناحيه اصرف الثانيه بقى الزمالك كناحيه كخصم او كمنافس دايما للاهلي، فدايما بيحصل تطوير في الاثنين. شايف الزمالك في الحته دي فين؟ بشوف الزمالك، انا وجهه نظري ان نجاح الزمالك شايفه اسهل من الاهلي. لا لو يعني انا دي وجهه نظري، لان انا الزمالك لو قدر يطلع من العباءه اللي هو فيها باستقطاب شباب مفكر، يعني هيروح بعيد. انا بس هم للاسف هم يعني قافلين على نفسهم. الزمالك بحس ان هو مانع دخول العقول نفسها. انت يعني انا دايما بقول استقطاب العقول هو تحديث للطرق والوسائل. يعني عارف انت معك عربيه، العربيه دي ما بتوصلنيش الا متاخر. طب هجيبها المره الجايه، طب ما انت هتوصل متاخر. ايوه. يعني انت مطالب تغير العربيه دي، مطالب تغيرها. العربيه دي شكرا، اجيب عربيه ثانيه اوصل في الموعد.
إمم. فهنا الطرق والوسائل، يعني النهضه اللي حاصله مثلا في النادي الاهلي على في موضوع اللي هو الاستثمار الرياضي، هو طبعا لانه استحدث رجل جديد اللي هو تعتبر وسيله، اللي هو دكتور سعد شلبي. راجل فذ في فكره الاستثمار، إمم. راجل عقليته كلها استثمار. طبعا هو طبعا يعني بحييه طبعا، ربما يسمع اللقاء. هو واحد من يعني الكفاءات المصريه في المجال الاستثماري وصديق شخصي. لكن اللي انا باخده على فكره الاستثمار لازم يبقى واخد البشر انجيج معاه، إمم. لازم ياخد الانجيج معاه. ما خدش الانجيج يبقى احنا استثمار خارج الرياضه. إمم. ما ما فيش مشكله، ارفع لك القبعه، إمم. ما فيش مشاكل، ولكن انت ما خدش الانجيج معاك، إمم. او انك انت لازم تلحق نفسك وتعمل الانجيج مع مين؟ مع البشر. إمم. لازم تقول لي انا هو ده الاستثمار الرياضي، عشان برضو نوضح. الاستثمار الرياضي هو في البشر يا جماعه، مش في صح. الفلوس. مش في منشآت، مش في لا فروع، مش لا 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 لا. ايوه، مش هتعمل لي 20 ملعب وتقول لي ده استثمار رياضي يا جماعه. لا يا جماعه، احنا خلينا نرجع للعلم ونرجع ما فيش الكلام ده خالص. إمم. الاستثمار الرياضي، الاستثمار الرياضي هو في استثمارات للانديه. يعني مثلا نادي العين مثلا عنده استثمارات، عامل مثلا كومباوند، ده استثمار. إمم. استثمار فقط، إمم. ما تكملش. كان عنده استثمارات رياضيه. ايه الاستثمارات الرياضيه؟ عنده السكول بتاع السكاوتنج اللي بيجيب من افريقيا فيه وبيصرف عليه ب 2 مليون و3 مليون. طيب إمم. هيعمل بيهم ايه؟ 2 3 مليون بيصرفهم على 10 12 ولد، اوكي صح. طيب وبعد 3 4 سنين لا، بيرجع له 30 مليون. هو ده الاستثمار الرياضي فكر طبعا، فكر اللي فكر احنا محترم. اللي احنا بنفتقده. هو فانا اقصد الاستثمار، النادي الاهلي او نادي الزمالك بيقدروا يستثمروا رياضيا في مصر بشكل كبير جدا، وهو ده العوائد اللي هي بتبقى مشتركه ما بين البشر وما بين النادي، ما بين المجتمع وما هو بين ده اللي النادي. المفروض يركزوا فيه بقى في الفترة الجاية. بالظبط، ويبقى في رابط ما بين المشروعات وما بين الواقع، إمم. بتحاكي الواقع النهارده. انت مصر كلها بتدور على فرصه احتراف ونفسه يروح، وده ولد كويس، ده مش طيب. هو ده اللي بيحاكي الواقع. انت صح. اصرف على الناس اللي عندها شغف دي واديها، هتاخد منها، إمم. شور هتاخد منها. لكن هو طبعا لا، انا شايف ان هو اتجاهاته خطأ كلها، بفكره ان هو قاد الأمة العربية كلها أو مصر تقريبا في فكرة الأكاديميات الخاصة، وفكرة أدربك بفلوس وحاجات زي كده. نوت باد مفيش مشكلة، ولكن لابد إنك أنت يكون عندك الفكرة أو البروجكت اللي أنت تدفع فيه للبشر إمم. عشان تستثمرهم. صح. لو ده ما تواجدش تبقى أنت، لو ده ما تواجدش يبقى أنت عندك حلقة مش موجودة. يعني ده اللي اقصده يعني. فالمهم ان احنا نفكر بالمنطق ده، مع شعب شغوف بالكوره، مع شعب صح. كله مواهب، مع صح. شعب عنده رغبه. لا ده طبيعي. وبعدين انت لما تعمل كده هتقود الناس للفكره. انت صح. كنادي اهلي او كزمالك لما تعمل كده هتقود الناس باقي وراك، الأندية مش تعمل تقود زيك. الناس. ده اللي حصل النهارده لما الاهلي قال لك هعمل فرع المنصوره وهعمل مش عارف ايه، والاكاديميات الخاصه وب 300 جنيه وب 400 جنيه. الاسماعيلي قال لك طب ما انا هنعمل زي الاهلي. المقاولين قال انا هعمل زي الاهلي. سوري معلش، برضو يعني خلي بالك في الرياضه القيادات هي مؤثره، الانديه أكيد. الكبيره مؤثره. أكيد. فالنهارده انت الزمالك الاهلي مؤثرين في شعب. فانت طبعًا. لما بتعمل حاجه طب ما نعمل زيهم. فانت وطب الاتحاد غايب، المظله نفسها غايبه علشان تقول للناس ده ممنوع وده صح وده غلط. الناس سايبه الناس تعك ومفيش اي كنترول. للأسف. بتصبح تاني يوم تلاقي اكتر من فكره تضر المجتمع، ما حدش بيقول لها انت بتضري. إمم. كلام فاضي. انت بتقدم ايه كجوده عمل؟ مين بيحاسب على الجوده؟ ما حدش. فين الجهات الرقابيه في الكواليتي بتاع العمل نفسه؟
فاهم قصدي؟ إمم. فالنهارده انا خلّينا أنت ودّيتني لجزئية. أنا كنت اتقدّمت بمشروع كبير جدًا للوزير، وكان خَد خطوات، وربما الوزير يسمعنا. فبرضه أنا بالوم عليه، لإن المشروع وصل لمرحلة إمم. كانت كويسة جدًا، لكن هم للأسف بكل أسف، وباقولها لل لس ل لسع يعني الدكتور أشرف صبحي، كان من المفترض إن إحنا نفعّل وما نقفش عند الأخ مازن اللي هو مسؤول قانوني لتفعيل المشاريع. إمم. وهو تقريبًا وقف المشروع لإن هو ما كانش فيه فوائد للعاملين فيه، كان كل الفوائد راجعة لمصر. وكل الفوائد كانت هتبقى عمومية، وبالتحديد دكتور أشرف، عشان برضه أكون واضح، اتقال لي: "أنت هتاخد إيه؟" قُلت لهم: "أنا مش هاخد حاجة وما حدش هياخد حاجة، إحنا هنبقى محرّكين وهنبقى يعني فقط بندير، وأنا مش لازم أكون موجود يعني." إمم. فبعد كده إن هو لازم تكون في benefit للناس يعني. أنت هتاخد إيه في يعني الposition بتاعك إيه هنا؟ ف أنا فهمت بقى إن المشاريع عشان تنجح في مصر أو إن هي تتفعّل يبقى في لازم يبقى benefit العناصر للأشخاص. لها بالضبط كده. فطبعًا لإنه ما فيهوش الأشخاص مش هيستفيدوا بشكل كبير، الدنيا ما مشيتش كويس، لكن المشروع قائم وموجود، وأنا تحت أمر مصر. أنا أقدر أقدمه في أي وقت وتحت أمره وأعرضه في أي مكان. وعندي يقين إن لو أي مسؤول خايف على مصر هيقول إن ده لازم يبقى على أرض الواقع، لإن ده هو مصلحة مصر ل40 سنة، 50 سنة جايين. مشروع كامل إزاي إنك أنت تتحكم في قاعدة الممارسين في مصر، وإنك أنت تقدر تحط كل اللي أنت بتحلم فيه على أرض الواقع من خلال عمل تعاوني، أو خلّينا نقول إدارة استراتيجية ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة. ال3 دول لابد إن ييجوا على يبقوا موجودين عشان المشروع ده ينجح، وإنك أنت تبقى ماشي في خطى، يعني في اتجاه واضح وصريح وما فيهوش أي يعني خلّينا نقول حياد، لإن ال3 دول معنيين بأبناء مصر الصغار، إمم. اللي هم مين؟ اللي هو بيبقى محترف بعد 20 سنة، ولد بيتولد دلوقتي ده تبع وزارة الصحة إمم. حاليًا. أنت مضطر إن أنت تجيب وزارة الصحة: يا وزارة الصحة تعالي اقعدي معايا عشان في واحد بعد 15 سنة هيبقى لاعب عندي ويبقى محترف. هو فين ده؟ أنا متأكد إن ده هيحصل. إمم. يعني أنا متأكد إن ده هيحصل. طيب أنا تعالي يا وزارة الصحة اقعدي معايا. فأنت مضطر إنك تجيب وزارة الصحة معاك، مضطر إنك تجيب وزارة التربية والتعليم، لأن هي الأب الشرعي لكل أبناء مصر. إمم. وزارة التربية والتعليم هي الأب الشرعي لكل أبناء مصر. إمم. فتجيب وزارة التربية والتعليم تعالَ معايا عشان أنا عندي واحد بعد 15، 20 سنة هيبقى محترف. إمم. وأنا محتاج منك شوية حاجات هتكمّلهم معايا بس، وتبدأ تحُط آلية المشروع بمعرفة الناس دي، وتبدأ تنفّذه على مستوى مصر كلّها في قنوات رسمية. في النهاية هتبقى أنت المتحكّم، وأنت اللي بتجني ثمار كل الأموال اللي بتُدار في مصر في كرة القدم راجعة لخزينة الدولة ببساطة. والله يا دكتور، ولا احنا بنتمنى ان صوتك يوصل وان يرجع تنفيذ وآلية المشروع تاني، طالما فيها حاجة خير للبلد وحاجة خير والله يا للكورة كابتن بنفس محمد، التطوير، فيا ريت. بُص أنا هاقول لك حاجة. المشروع ده يعني عايز أقول لك إن الأندية هتبقى يعني خلّينا نقول كده حلقة بسيطة جدًا في إدارة الكورة. لإنّك أنت كدولة، أنت كاتحاد كورة أو وزارة الشباب والرياضة، أنت اللي هتبقى متحكّم في كل المسرحية. إمم. أنت الأدوار بتاعة الناس دي كلّها أنت اللي هتبقى متحكّم فيها. كل الانتقالات الداخلية دي في مراحل السنية أنت اللي هتبقى متحكّم فيها. كل انتقالات اللاعبين ما دون 16 سنة و17 سنة اللي هم ما عندهمش عقود، كل دول بتوعك أنت. المشروع أنا يعني لا أتردد أبدًا في إن أنا أتكلّم فيه في أي مكان وفي أي زمان، وما عنديش أي مشكلة خالص يعني كفكر يعني.
كل همي ان الناس تسمع، يا رب فكرتي تروح لواحد يعرف ينفذ ويروح ينفذ، ما عنديش اي مشكله خالص. ان شاء الله الوزير انا مش باذن بنطلق على الله نفسي. يسمعنا، دكتور اشرف صبحي لا لا، يسمعنا ويحصل يا تواصل مع ريت. حضرتك ان شاء الله. انا بس والله علشان انا طبعا، اتفضل كمل، اتفضل حضرتك. انا طبعا انا طبعا يعني بالفعل تشرفت بزياره الوزاره اكثر من 4 5 مرات، وكنت على موعد مع الدكتور اشرف صبحي، لكن كنت بقابل للاسف نائب الوزير اللي هو الدكتور عمرو الحداد بالتحديد كمان، عشان نبقى الاسماء واضحه. انا ما عنديش اي مشكله خالص مع حد، بالعكس ناس محترمين، ولكن ما قدرناش نروح لبعيد. انا كنت المفروض اقابل الدكتور في كل مره. انا كنت طبعا خسرت اجازه من اجازاتي، كل اسبوع كنت بروح مره واثنين، لكن ما حصلش. يا ريت ان احنا نعرض الناس على الناس، والناس تستفيد بالفكره ازاي انك انت كدوله تستفيد من كل ما يدور ما دون ال 17 18 سنه اللي هو سن الاحتراف والعقودات، ان ازاي ده كله يرجع لمصلحه الدوله نفسها، وان الدوله تتحكم في البورصه دي، وازاي ان الدوله تتحكم في حتى الحفاظ على سيكولوجيه قاعده الممارسين، علشان يبقى في منتج في المستقبل مميز. اوعى اوعى تتخيل ان في ان احنا هنقدر نغمض عيوننا عن التربيه السلوكيه في كره القدم. مستحيل، مستحيل جهاز عصبي لولد عمره 11 و12 سنه بيقطع مسافه 20 30 50 كيلو كل يوم عشان يروح يتمرن او كلام ده. ما فيش الكلام ده، عمرك ما هتحقق ابدا انجازات، وعمرك ما هتوصل للعطاء المرجو من الطفل نفسه او من الولد نفسه. ولو احنا اقتنعنا بان احنا بنعمل حاجه صح، يبقى احنا بنضرب بالعلوم كلها عرض الحائط. والدكتور اشرف صبحي نفسه عارف الكلام ده طبعا، ده استاذ دكتور في الاداره، ففاهم الكلام ده كله. يعني اللي احنا بنتعلمه لابد ان نحطه على ارض الواقع. هو ده علم النفس بيقول كده، ولا كنا لغيناه ما درسناهوش. فمهم جدا نعرف ان في تربيه سلوكيه مع الرياضي. لو ما اتحققتش ما تقدرش تحقق بطل في المستقبل. فما ينفعش ان النهارده تجيب ولد من اسكندريه. كلام حضرتك سليم جدا، واحنا مش هنقدر نخلص كلام عن موضوع تطوير الكرة ده. انا اتمنى ان انا اتكلم مع حضرتك تاني، بس علشان زي ما حضرتك عارف ان احنا مرتبطين بوقت شوية. نتكلم على البروجكت بتاعتك دي، انا نفسي اسمعها. فهنبقى محتاجين لقاء تاني نتكلم فيه وجهة نظرك اكتر بالتفصيل، بحيث ان احنا نقدر نعرضها لكل الناس تسمعها. ان شاء الله ان شاء الله، وده يشرفني طبعا. وشرف لينا ان حضرتك كنت معانا النهارده، استفدنا كتير من حضرتك. حضرتك الله بصراحة يخليك. خبرات كتيرة كتيرة عند حضرتك، وان شاء الله لينا لقاء تاني. ان شاء الله ان شاء الله، شرفني. تحت شكرا امرك يا لك. دكتور، تحت امر حضرتك، شرفتني. شكرا. مع شكرا، السلامة. تسلم، الله يخليك. شكرا. مع السلامه.